السلام عليكم يا صاحبي. السلام عليكم. اسالك سؤال في برنامج بتوع الشارع، مسابقه سبق تشارك مع، خد بس راح فين بس، تعالى يا عمي، مسابقه هكسبك مسابقة. فلوس يا اخي، هكسبك فلوس هتكسب معاك. هو ايه المشكله دلوقتي؟ بقول لك هسالك سؤال معاه هكسبك فلوس، انت بقى ايه اللي مضايقك؟ يعني الواحد فيه اللي مكفيه. طب احكي لي يا صاحبي انا ممكن اساعدك. ممكن احكي لك اللي مضايقني اكتر حاجه، يعني ضايقاني ان الفتره اللي فاتت دي كلها وتعبت بسببها. يعني انا كنت بحب واحده، المفروض ان هي كانت بتحبني، خدعتني. اسمها طلع مش هو الاسم، طلعت انسانه تانية غير اللي هي المفروض انا كنت عارفها. معلش بس ازاي؟ انا بس انا عايز افهم بس يعني ايه اسم تاني وشخص تاني ما. كانت بتمثل عليا. طب وعرفت ازاي طيب؟ الناس صحابها حاولوا يحذروني ويقولوا لي على كل اللي هي كانت بتعمله. حبي ليها كان عاميني، ما كنتش شايف كل اللي هي بتعمله وكملت معاها. وانت عارف ان هي يعني اسم تاني ولا كان لسه ما تعرفش حاجه؟ قايله لي اسمها غلط وان والدتها متوفيه وهي ما كانتش متوفيه. كل ده بقى صدقته لما خطيبها كلمني. ثواني بس، هو يعني خاطبها ولا انت مرتبط بيه؟ لا، كانت مخطوبه قبل ما نتكلم انا وهي. كانوا خاطبها ومتعرف على اهلها، المفروض ان هم كانوا بعد فتره يتجوزوا يعني. خاطبها اللي كلمك؟ بغبائي بعدها قبل ما اعرف، كنت بعدها بشهر كده المفروض ان انا كنت اروح اتقدم لها وهي اصلا مخطوبه. خاطبها اللي كلمك؟ خطيبها اللي كلمني. قال لك ايه بقى ولا ايه اللي ضربني؟ الناس وصلوا له بقى وعرفوه اللي انا بكلمه وحكوا له القصه يعني، فهو دخل كلمني. قال لك ان اسمها بقى مش اسمها وان مامتها موجوده والكلام ده؟ هو كان من عندها من البلد، فعارف عنها كل حاجه. تخيل ان انا في يوم من الايام اكون عايش من غيرها بسبب ان انا دخلت في حاله نفسيه طب صلى على النبي ده. والله بص انا عايز اقول لك بس، والله سبحان الله، هي مش ما تستهلكش والله. ممكن تقفل الكاميرا بس بعد اذنك. اقفلها والله، لو والله لو ما عايز حاجه خالص لا اقفل لك الكاميرا، بس تعالى بس. انا مش عايزك تبقى ضعيف كده، احمد ربنا مليون مره ان هي راحت. طب انت لما عرفت الموضوع ده وخطيبها كلمك عملت ايه؟ ما كنتش بصدق عليها اي حاجه، ما صدقتش انا، ما شفت حاجه، كل حاجه بعيني. بعد ما كلمك خطيبها عملت ايه بقى؟ كان ايه رد فعل؟ رد فعل ان انا سمعت منه واتقابلنا ووراني كل حاجه. وراني صورهم، وراني شتاتهم، وراني صور فرحهم، وراني كل حاجه. انت مش متخيل الصدمه اللي انا كنت فيها، وكنت حاسس ان انا بحلم. خطيبها بقى سابها ولا لسه معاها ولا عمل ايه؟ اللي عرفته ان هو لسه معاها. بعد ما قمت وقفت على رجلي، الحاله اللي انا كنت فيها كنت عايز ارجع لها تاني وكده، فعرفت ان هم رجعوا. بعد كل ده عايز ترجع تاني؟ اعمل ايه بقى؟ بحبها. أنا عايز بس امسح كل السلام شيء. عليكم. في ايه يا عم ملكة؟ فريق العمل كله بيعيط دلوقتي، مفيش حاجة مستاهلة والله. لو في نصيحه تحب تنصحها لحد في نفس موقفك، انا عارف الموقف صعب بس تقول لهم ايه مثلا؟ يعني عايز انصح طبعا الشباب ان هو يعني لو دخل على علاقه زي ديت لازم يعرف الشخص اللي هو هيتقدم له دوت هو مين، ويعرف اهله طبعا، لازم يعرف عنه كل حاجه. طيب عندك مشكله نذيع الحلقه دي؟ اذاعه طبعا، بس عايزك بس تخبي له وشي بس لو بعد اذنك.